السلام عليكم ورحمة الله جميعا. ان شاء الله كنتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو. دونك كنعتذر على الغياب فقط لظروف العمل، لكن ضروري غادي نتقاسم معكم حلوة ديال العيد. اول حاجة غادي نتقاسم معكم هو الفقاس الغالي على التعريف. اول حاجة غادي نحتاجو النفس، كرسانيدا، زيت نباتية، بيكين باودر، ملح، اللوز. هنايا الكاس اللي غادي نعبرو به هو كاس ديال العنبه. كذلك غادي نحتاجو البيض والدقيق الممتاز. دونك في زلافه كنديرو ديجا معلقه كبيره ديال النفع مدقوق. كذلك غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال النافع حبه، يعني ما كيكونش مدقوق. 2 كيسان ديال العنبه ديال السكر سنيده اللي كتكون حبه ديالها رقيقه. 6 ديال البيضات والقليل من الملح. يعني غادي نقدم معكم هاد المقادير اللي هما بساطين صراحه. عبرت بالكاس ديال العنبه باش اي وحده تقدر انها تصايب الفقاس بطريقه اللي هي جد سهله، ما تحتاج لا ميزان لا حتى حاجه. وبالنسبه للوز اللي غادي نحتاج في الفقاس ديال اليوم، ضروري انني نرقدو في الماء لمده ساعه باش منين نبي نقطع الفقاس ديالي ما يجيش قاصح وما يتهرسش ليا الفقاس. يعني واحد الطريقه اللي هي جد سهله، ممكن ما تكونيش عمرك صايبتي الفقاس. هاد الطريقه الا يعني تبعتي الخطوات والمقادير والطريقه غادي يصدق معك الفقاس لاول مره. هنا غادي نزيدو داك الكاس ديال العنبه ديال اللوز اللي كنكون ديجا مرقده كيف ما قلت لكم. حتى بالنسبه للمقادير يعني شي حاجه اللي هي جد بسيطه ومتوفره في جميع المنازل. ومن طبيعه الحال الناس اللي ما متوفراش عندهم اللوز ممكن انهم يستبدلوها بالزنجلان. وبالنسبه للفقاس ما استعملتش عفوا نكهه الزهر، يعني درت فقاس ديال زمان فقط بالنافع واللوز. يعني كيكون صراحه زوين وكيشهي ومقرمش مقرمل كيف ما بغينا وكيف ما كيبغيو وكيحبوه المغاربه بصفه عامه. انا كنكون ديجا ضفت داك الزيت كيف ما قلت لكم. بالنسبه للكاس الاولاني كيكون يعني معمره، والكاس الثاني ما كنكونش معمره حتى الاخر، يعني كنخلي فيه واحد شويه. يعني غادي نخلط ونمازج العناصر حتى يتجانسوا. من بعد غادي ندير لهم ان شاء الله الدقيق كذلك البيكين باودر اللي غادي نحتاج 2 خمارات حمرين او البيكين باودر. يعني بالنسبه للطريقه سهله ومبسطه صراحه واسهل حلوه اللي نقدر نوجدها في جميع الاعياد. ما كتعجزنيش نهائيا حيت كتجي سهله وما فيهاش الخدمه بزاف. عندك الفقاس كذلك بالنسبه للغريبه ديال البهله او الريش بوندا، يعني هادو هما المعتمدين ومن طبيعه الحال هما اللي معروفين وكيحبوه الناس، يعني سواء الصغار والكبار، محبوبه الجماهير. يعني بالنسبه لهاد الفقاس غير تبعوا الخطوات ان شاء الله غادي يصدق معكم في اول تجربه. انا غادي نحيدو داك الخلط اليدوي وغادي نضيفو الدقيق وغنخلطو من طبيعه الحال بيدنا باش نشوفو القوام اللي حنا بغينا للعجينه، اللي ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه. غادي نزيدو داك البيكين باودر كيف ما قلت لكم ونشمرو على ذريعاتنا من طبيعه الحال. وغادي نمشيو باش نخلطو نعجنو مزيان حتى كيتجانس لينا داك الدقيق مع المكونات الاولى. بالنسبه للناس اللي بغات لوغو ديال الزهر ممكن انكم تضيفوها، لكن حابه انكم تخليو الفقاس ديالكم كيف ما هو فيه لوغو ديال النافع ولوغو ديال اللوز فقط كيجي زويون وكيفكرنا في ايام زمان. هنا بالنسبه ملي كنخلطوا الخليط ديالنا كيف ما كتلاحظوا القوام ديال العجينه ما كيكونش قاصح ما كيكونش رطب. كنقسموا على 4 وغادي نحربلو حريبلات كبارين على حسب اللاطه او الطاوه ديال الفران ديالكم. وبالنسبه للقوام ديال الفقاس ديالكم او السمك ديال الفقاس ديالكم، بغيتو يجي كبير ديروا دوك الحريبات يكونوا كبارين، بغيتو يجيو رقيقات صغيورين ديروا حريبلات يكونوا صغارين، يعني كيبقى لكم الاختيار. غير انا صراحه كيعجبني الفقاس يجيني كبير تبارك الله، كيجي بحال داك اللي كيتباع تماما او افضل واحسن من طبيعه الحال. يعني بالنسبه
دوك اللي كنصايبو في الدار كيكون زوين. عارف المكونات شنو فيها، كيكون صنع محلي. انا غادي نحربل الحريبله الاخيره. فوالا دابا غادي نحاولوا ما امكن نشكلوهم بالطريقه اللي موالفه انا كنصايب بهم الفقاس. يعني كنحاول ما امكن انني نقاد الجناب ونعطيه لا فورم اللي انا اللي معتاده انني كنديرها. كنبسط واحد شويه. يعني بالنسبه لهاد الفقاس ما غاديش يجي منتفخ نهائيا، وما غاديش يجي كيتهرس فاش كتبغي تقطعيه نهائيا. يعني بواحد السر اللي غنوريه لكم لاحقا. هنايا بالنسبه باش كندهن الفوق كندير صفر بيضه، شويه ديال الحليب، شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، ومن طبيعه الحال شويه ديال الكاكاو المر باش يعطيه هذا اللون. وفاش كيطيب كيعطيه واحد اللون اللي هو رائع جدا. فوالا غادي ندهن دوك الحريبلات كاملين. بالنسبه للسر اللي انا قلت لكم، بالنسبه للفقيقسات ديالكم ملي كتكونوا داهناهم كتكون كوردون ولا باي حاجه عندكم. انا درت هنا غير ابره. انا كنتقبوهم كنديروا تقيبات خفافين، عاد كندوز عليهم لي فورشيط. بالنسبه للفرشيطه انا كندوز عليها فقط الدار ديال الفورشيط ديالي باش يديروا هاد الخطوط المتوازيه. سينو الا بغيتو ديروا دوك الخطوط المتمايله او دي زيغزاغ بحال هكا ممكن انكم ديروها، غير انا كيعجبني هاد الطريقه. يعني من بعد ما كنسالي كنديرو في الفران حتى كيتحمر، ماشي كيتحمر يعني كياخذ غير نص طيبه، كتخرجيها كتخلي ليه شويه يرتاح وكتباشري باش انا كتقطعيه على هذا الشكل. يعني كيف ما كتلاحظوا تبارك الله الفقيقسات كيكونوا زويورين عاطل اللين، خصوصا ملي كيكون فقاس هكا كبير تبارك الله وصلات عن النبي وشويه كيجي يعني السمك ديالو لا باس به. يعني كيبقى غير في التحمر الاخير، يعني خاصك ضروري انك تحمريه باش يعطي داك اللوغو وكيعطيك ديك القرمشه. فوالا ملي كنقطعه كيكون على هذا الشكل، من بعد كنديرو في الفران كنخليه يتحمر من جميع الجوانب. كيكون على هذا الشكل صراحه كيجي رائع جدا ولوغو يا سلام. يعني كيف ما قلت لكم فقاس ديال زمان، لوغو ديال النافع، لوغو ديال اللوز، يعني كيجي رائع جدا. ومن طبيعه الحال راكم عارفين الفقاس الاهم فيه يجي مقرمش. دونك كنتمنى انه تجربوه. مع السلامه.